عمرك حسيت إنك مش قادر تكون لوحدك؟ يعني أول ما تلاقي نفسك سايب الموبايل وساكت تحس بضيق كده، كأنك لازم تملى الصمت بأي حاجة. الغريب إننا بنخاف من الوحدة حتى وإحنا مش لوحدنا. تبقى قاعد وسط ناس بتضحك بس جواك فراغ كده. طب ليه؟ ليه بنخاف من الوحدة كأنها حاجة مرعبة؟ الحقيقة إن دماغنا مش متبرمج يعيش لوحده. من أول ما اتولدنا وإحنا بندور على صوت، على حضن، على وجود حد حوالينا. الإنسان في طبيعته كائن اجتماعي، والوحدة بالنسبة له كأنها إشارة خطر. بس الغريب إن أوقات كتير الخوف ده مش من الوحدة نفسها، لأ، من اللي ممكن نسمعه وقتها. لأن لما كل الأصوات تسكت بتفضل أصعب حاجة صوتك أنت، واللي ساعات بيكون مليان أسئلة أو وجع أو حتى حاجات بتحاول تهرب منها. علشان كده دماغنا بتاخدنا ناحية أي دوشة، أي ناس، أي سوشيال ميديا، بس عشان ما نواجهش نفسنا. بس عارف، الوحدة مش دايما حاجة وحشة. أوقات بتكون فرصة تسمع نفسك بوضوح، تفهمك، وتصلح حاجات جواك محدش هيعرفها غيرك. جرب يوم تبص للوحدة مش كعدو، بصلها كصديق جاي يقولك اسمعني شوية. يمكن لما تتصالح معاها تكتشف إنك عمرك ما كنت فعلا لوحدك.